السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله رايحه ندير معكم ميني سامسا وميني سيجار، وصفه بزاف سهله وغير بحشو واحد. اكون رايحين تتحصلوا على حلوه معسله من اروع ما يكون، مع كاس اتاي. واش نقول لكم، الحشو طري وبنين ومعسل للقلب، وهادوك الديول مقرمشين ويبقاو مقرمشين لمده طويله. شوفوا الله يبارك شكلهم من الداخل كيفاش يكون. الوصفه تاع السامسا والسيجار كنت شاركتهم معكم من قبل، وبزاف اللي جربوهم ونجحوا فيهم الحمد لله. اليوم حبيت نشاركهم معكم. كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه يجوا بزاف بنان، وراه جاي رمضان اكو رايحين تسحقوا الوصفه. تبعوا الفيديو. نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا. كيما قلت لكم الوصفه بزاف سهله وبسيطه. هنا عندي 3 كيلات تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي متوسط. هنا تحبوا تستعملوا لوز ولا تحبوا تخلطوا بين لوز وجوز. شوفوا هنا الكاوكاو تاعي كيفاش يكون، ما يكونش مرحي خشين كيما تاع البقلاوه، وما يكونش مرحي رقيق بزاف، يكون هكذا مرحي متوسط، يعني فيه الرقيق وفيه المتوسط، ويكون محمص كيما راكم تشوفوا هكذا، ما يكونش محمص بزاف. نحتاجو نص كيلو تاع السكر العادي. هنا دائما نقصوا في كميه السكر لانه الصامصه تاعنا راهي رايحه تتعسل، يعني باش ما تجيناش حلوه بزاف. نحتاجو القرفه، واللي ما يحبوش القرفه تقدروا تعوضوها بلا فاني، والمزهر، ومغرف كبيره تاع الزبده دايبه. هذا ما كان. شوفوا هنايا كيلت لكم الكاوكاو، يعني باش تعرفوا هذه الكميه شحال خرجت لي. شوفوا انا ما وزنتش في الاول، يعني كيلت الكاوكاو ديالي في الكاس، وهنايا وزنته لكم باش تشوفوا شحال استعملت. راكم تشوفوا استعملت 223 غرام. وهنا تاني كيلت لكم السكر. هنايا حطيت 56 غرام تاع السكر. هنا حطيتهم كامل مع بعضهم، زدت عليهم القرفه، وراح نضيف عليهم مغرفه كبيره تاع الزبده اللي تكون دايبه. هنايا الدور تاع الزبده رايح يمد لي طراوه للحشو تاعي. نخلط هاد المكونات مليح، من بعد نبدا نطم في الحشو تاعي بالمزهر. هنا خلطوا مليح هذاك السكر مع الكاوكاو، ونبدا نلاين في الحشو ديالي بالمزهر. هنايا الحشو تاعنا ما نطموهش عجينه متماسكه، نطموه تقريبا كيما تاع البقلاوه. شوفوا هنا راني شغل نفتل فيه غير بصبعتيه. شوفوا نضيف المزهر غير بالعقل ونخلط حتى وين يتشمخ لي كامل هذاك الكاوكاو. هنا قلت لكم ما لازمش نطموه عجينه، نخليه تقريبا يكون مشمخ بزياده على القوام تاع البقلاوه، فهمتوني؟ شوفوا كيفاش راهو. هنا علاش نخليه بهذه الطريقه؟ باش من بعد كي نقليه ونعسلو هذاك العسل راهو رايح يتشرب لي مليح داخل الحشو. لانه الا طميتوه عجينه العسل ما راهوش رايح يتشرب لكم مليح، فهمتوني؟ يعني خلوه هكذا باش هذاك العسل يتشرب مليح لداخل، والصامصه تاعكم تجيكم بنينه، سورتو الا استعملتوا الكاوكاو. شوفوا هنا القوام تاعو كيفاش راهو. نخليه هكذا. دوك هنا نروح نجيب الديول ديالي. انا استعملت الديول اللي يتباعوا، نتوما تقدروا تخدموا بتاع الدار عادي. هنا رايحه نطوي الورقه تاعي كيما راكم تشوفوا، يعني طويتها على 2 ومن بعد زدت طويتها مره واحده اخرى، ورايحه نقطع بالمقص. هنا الا حبيتوا ديروها صامصه نورمال، يعني الحبات ما يكونوش صغار كيما ديالي، اطويو الورقه تاع الديول تاعكم، اطويوها غير على 2. والوصفه تاع الصامصه راني دايرتها معكم من قبل، هي ولي سيجا. شوفوا هنا كيفاش نزيد نقطعهم هكا باش الصامصه تاعي تجيني صغيره. دوك هنا رايحه نبدا نشكل في الصامصه ديالي. رايحه نشكلها يعني عادي، طريقه بزاف سهله. شوفوا هنا يعني اللي ما تعرفش تحط في الاول تقدر تطوي الورقه تاع الديول تاعها هكذا. يعني شوفوا دوك هنا كيفاش راني رايحه نحط. هنا صراحه الحشو ما وزنتوش، نتوما تحبوا توزنوا وزنوا. انا كنت نحط يعني عيني ميزاني، وشنو هنا انا كثرت الحشو لداخل، يعني نتوما تقدروا تنقصوا على واش درت انا. وشوفوا هنا مليح كيفاش راني نطوي. كل ما راني نطوي راني نزير باش الحبه تاعي ما تجينيش مفتوحه، فهمتوا؟ باش ما يبقاليش الفيد. يعني لازم كل ما تطويو تضغطوا مليح على الحشو تاعكم مع هذوك الديول باش ما يبقى لكمش الفراغ لداخل. وتاني ما تزيروش بزاف حتى وين يتقطعوا لكم الديول. هنا راكم تشوفوا كي تكون هذيك العجينه الزايده تاع الديول نقطعها بالمقص. وهنايا كنت خدمت هاد الغراء، درت شويه فارينه مع شويه تاع الماء، خلطته مليح حتى وين ولا لي هكذا كيما الغراء رايحه نلصق به، كيما تقدروا تلصقوا ببياض البيض.
وهنا نغلق على الحبه تاعي وشوفوا الحبه كيفاش تجي بزاف متحوفه وهايله. هنا رايحه نعاود معاكم حبه باش تفهموا مليح. شوفوا هنا مليح كيفاش نطوي على الحبه ديالي. شوفوا هنا غير تطويو المثلث الاول، الاخرين راح يجوكم ساهلين. شوفوا كل ما نطوي نزير مليح على هذاك الحشو باش الحبه تاعي تجيني متحوفه وواقفه. وننصحكم بزاف بهذه الوصفه لانه ناجحه 100%. قلت لكم راني شاركت معكم من قبل وصفه تاع سيغار وصامصه، راح نخلي لكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف، وكاين بزاف اللي جربوهم ونجحوا فيهم. يعني وصفه بزاف هايله، ديروهم في رمضان وتاكلوهم هكذاك جدد وحاجه نقيه وبنينه، خير من اللي يتباعوا برا. وشنو الحشو هنا راني قلت لكم ديروا واش حبيتوا. انا هنا بالعاني درته لكم بالكاوكاو، يعني باش تكون حاجه اقتصاديه وتكون في متناول الجميع. نتوما الحشو تقدروا تبدلوا فيه كيما حبيتوا. شوفوا هنا وريت لكم تاني كيفاش ديروا بهذوك الديول اللي يكونوا في الاطراف. شوفوا دائما نطويو هذاك الطرف اللي يكون مدور، فهمتوني، باش تجينا الحبه تاعنا شابه ومتحوفه. هنا طريقه يعني راهي باينه كيفاش راني نخدم. شوفوا هنا كي تكون هاد الزياده تاع العجينه هنايا نورمال ما تقطعوهاش. شوفوا هنا كيفاش طويت الديول تاعي. ودايما زيروا مليح على هذاك الحشو مع الديول باش ما يبقى لكمش الفيد. وشنو ما تزيروش بزاف، سورتو الا كانوا الديول تاعكم من هذاك النوع اللي يتقطع. شوفوا هنا كاين بزاف اللي كيديروا الميني سامسا ولا يديروا ميني سيغار، الديول تاعهم يدهنوهم بالزيت. انا ما نحبش ندهنهم بالزيت لانه راهم رايحين ديجا يتقلاو، فهمتوني. هنا رايحه ندير معاكم ميني سامسا. هنا كانوا عندي هذوك الديول كيما راكم تشوفوا لي جو كاري، قسمت الورقه على 2. وشوفوا هنا الحشو تاعكم الا شفتوه نشف معاكم عاودوا له زيدوا حطوا له قطرات تاع المزهر، يعني ما تخليوهش هكذا ناشف لانه راح يجيكم يابس، فهمتوني. يعني كي تشوفوا الحشو تاعكم نشف معاكم بزاف عاودوا شمخوه بشويه تاع المزهر باش يعاود يولي لكم طري ويكون شامخ ويجيكم طري في الحشو تاعكم. وهنا راكم تشوفوا لي ميني سيغار تاعي راح نخدمهم كيما نخدم الديول. هنا تقدروا ديروهم يكونوا شويه كبار على ديالي انا، لانه راكم شفتوا كي قسمت هذيك الورقه على 2 يعني هكا جاتني الحبه. نتوما تحبوا ديروهم شويه كبار على هادو تقدروا ديروهم وشنو راكم شفتوا يعني كيما نلويو على البوراك نورمال. هنا كيف نجيب هذاك الغراء ونغلق على الحبه تاعي باش كي تكون الطيب ما تتفتحليش. فوالا شوفوا الحبه كيفاش تكون. وهنا وريت لكم شحال خرجت لي هذيك الكميه تاع الكاوكاو، يعني 223 غرام تاع الكاوكاو خرجت لي هذه الكميه كامل. وكيما شفتوا انا درت كميه مليحه تاع الحشو لداخل. هنا نبداو نقليو فيهم، نحطوهم في الزيت. بطبيعه الحال لازم يكون سخون من قبل والنار تكون متوسطه. النار ما لازمش تكون قليله بزاف سينو يشربوا لكم الزيت، وما لازمش النار تكون قويه بزاف حتى وين كي تحطوا الحبات تاعكم يتحرقوا لكم تمتم وما يطيبوش مليح لداخل. هنا يعني كيما على بالكم الديول ما فيهمش الروح، يعني تمتم يطيبوا بصح النار لازم تكون متوسطه باش ياخذوا تحميره شابه وهذوك الورقات تاع الديول يطيبوا لكم مليح لداخل. هنا رايحه نحيهم من المقله من الكسرونه ونحطهم في طبسين. نكون حطيت هنايا بابي اسويتو باش يتنحى لي هذاك الزيت الزايد. وهنا نحطهم يقطروا غير قسمه نحط الحبات الاخرين، يعني ماشي نخليهم حتى وين يبردوا. هنا كنت دفيت شويه العسل غير قسمه يطلق روحه برك ما يبقاش هكذاك ثقيل، ونحط فيه الحبات تاع الصامصه تاعي. هنا الصامصه تاعي لازم تكون سخونه والعسل تاعي يكون بارد ولا يكون دافي شويه برك، يكون هكذا ما لازمش يكون ثقيل بزاف باش الحبات تاعكم يتعسلوا لكم مليح. ونحط الصامصه تاعي تتعسل ونخليهم يتعسلوا في عقلهم، يعني خلوهم حتى لساعه ولا ساعه ونص، ما تخافوش راهم رايحين ياخذوا حقهم برك تاع العسل. وشوفوا كيفاش يجيو. وهنا من الاحسن تستعملوا العسل اللي يتباع برا باش يبقاو مقرمشين معاكم لمده طويله، والعسل تاعكم ما تزيدوا له حتى حاجه، يعني كيما تشريوه كيما تخدموا به. من بعد نقطرهم شويه من هذاك العسل الزايد ونقدمهم. هنا رايحه نديلكم نصيحه للناس اللي يحبوا يوجدوهم ويخبوهم لرمضان. دائما كي اخدموا الكميه اللي حبيتو، من بعد حطوهم في علبه واغلقوا عليها بالبابي فيلم واغلقوا عليها مليح يعني بالغلاق تاعها، وحطوا العلبه تاعكم في الكونجيلاتور ولا في المجمد.
وكي تكونوا رايحين تتناولوهم تجبدوا غير الكميه اللي تسحقوا، يعني 5 حبات 6 حبات تجبدوهم وخلوهم يديكونجلاو حوالي 3 سوايع، من بعد اقليوهم وعسلوهم. صدقوني راكو رايحين تاكلوهم بزاف بنان ومقرمشين والحشو يبقى لكم طري. اعرفوا برك كيفاش تخبوهم مليح باش ما تلحقهمش يعني هذيك الريحه اللي تكون في الكونجيلاتور. هذا ما كان. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها، ومتاكده انه راح تعجبكم وتخلوا لي رايكم عليها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساوش تعليق وجا من الفيديو والاشتراك في القناه.